الحلو اللي قدامكم ده دي صينية عزازية، كان نفسي فيها جدا ومن زمان عايزة أصورها وأعملها معاكم، وقررت فعلا وجهزت مكوناتي وحاجتي ووقفت وصورت وعملتها مظبوط قوي، وكانت حلوة جدا في المرحلة دي، طعمها حلو جدا. بس في حاجة خدعتني، في حاجة خلتها بدل ما تكون عزازية خلتها مهلبية. ما تيجوا نشوف الغلطة كانت فين. تعالوا معايا نحضرها سوا، وبرضو لو عجبك الفيديو وتعلمتي منه اعملي لايك. وحطيت فيه لتر من اللبن كامل الدسم، ونزلت عليه بعلبة من كريمة طهي الحلويات او كريمة حلويات. وهنا بقى التركة دي، النشا يا جماعة ضحكت عليا. حطيت معلقتين كبار ودوبتهم شوية في اللبن على البارد كده وحطيتهم، ونزلت بنص كوباية من السكر. وبعدين جبت نص كيس مكرونة سباكيتي وكنت سلقاه، ونزلت بكل المكونات مع بعض، وفضلت اقلب 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 وقوامها تقل معايا وكانت كل حاجة تمام تمام. وبعدين خالص في الاخر نزلت بمكعب من الزبدة وحطيت فانيلا. كل الامور تمام، وخدي بالك ان لازم وانتي بتقلبي على نار هاديه عشان ما تشطش منك. انا برضو لحقتها على اخر لحظه. بعد ما قوامها كان تقيل معايا وباين ان هو تقيل، جبت بقى الخلاط وابتديت ان انا انزل بكل المكونات بتاعتي في الخلاط بالشكل ده، بكل المقادير الحلوه اللي نزلتها، وضربتهم وكان ضرب خليتها كريميه خالص. رجعتها تاني في الوok وابتديت ان انا اقلب معاه. انتوا باين لكم ان قوامها تقيل، قوامها مش خفيف. وبعدين سبتها كده في الوok وجبت صينيه دهنتها دهنه حلوه بالسمنه البلدي، ودهنه مش قليله، ونزلت بالعزازيه بتاعتي. وبعدين سبتها كده تتشمع وتعمل قشره حوالي ربع ساعه. بعد الربع ساعة جبت سمنة بلدي برضو ونزلت على الوش كده، وفضلت أسيح وانزل في كل الاتجاهات السمنة البلدي، وشربتها كويس جدا من السمنة البلدي، ومكوناتها بسيطة ومفيش أي حاجة. دخلتها الفرن، فضلت تحت الشواية بس، فضلت أقلب فيها يمين وشمال لغاية ما أخدت معايا اللون ده، وتمام تمام، وريحتها خطيرة ولونها حلو. سبتها في التلاجة ليلة كاملة. هنا بقى كانت صدمتي، وانا بقطعها كده مكعبات. الطبيعي ان انا امسك الخرطه بقى، يعني عزازيه بتبقى القطعه كده مالكه نفسها وطعمها حلو. هنا ببص اطلع السكينه، وانا بطلع لقيتها بتطلع في ايدي. هو ايه ده؟ يعني ايه؟ لقيتها ان النشا كانت قليله، فلازم كنت اكتر النشا شويه. كنت حاطه معلقتين كبار هرميين يعني، لازم تكتروا النشا. بس بجد كانت خطيره، جربيها برضو وبالهنا.